اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات على القناة، بس انتوا لما لقيتكم وحشتوني كده قلت ارجع انزل فيديو. والفيديو ده طويل شوية، فياريت اتمنى تتفرجوا معايا لحد الاخر، وان عجبكم نضغط لايك ونشترك في القناة اللي ما اشتركش، ونفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. عملنا زي ما انتم شايفين كده بتنجان محشي. طبعا بتنجان امل حاجة تانية يعني. هتجربوه بالطريقة بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. وعملنا جنبيها الفراخ، فراخ في الفرن. هي مش في الفرن يعني، انا سلقتها وحمرتها في الفرن. هتشوفوا معايا في الفيديو عملتها ازاي. تابعوا معايا بس الفيديو للاخر وان شاء الله باذن الله هيعجبكم. نفتح بقى الشبابيك. صحينا الصبح، صبحنا واصطبح الملك لله. صحي نفتح الشبابيك. اول حاجة بفتح الشبابيك كده بقى تدخل الهواء والشمس، وتدخل لنا طاقة ايجابية كده في البيت. صباحكم هنا، صباحكم ورد، صباحكم سعادة ان شاء الله. الشتا راح، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب العالمين. السنة الجاية ان شاء الله كل حد يبقى محقق اللي بيتمناه، وتبقى سنة سعيدة عليكم ان شاء الله. احنا دلوقتي لا في روايح الصيف، يعني في اول الصيف كده، فبجد الجو تحفة. الربيع والورد والشجر والحاجات الحلوة دي والتوت. طبعا احنا في الارياف، انا بتكلم ان الحاجات دي كلها بتبقى عندنا بتظهر. اللي بيروح الارض بيلاقي الجو حلو، الشجر كله فيه ورق، ما فيش شجر طبعا مسقط ورق ولا الكلام ده، فتلاقي الطبيعة حلوة. اللي بيطلع يغير جو في الغيط او كده بيحس براحة نفسية. دايما تبقوا مرتاحين البال يا رب العالمين. بفتح اول حاجة بصحى من النوم اصلي، وبعدين اصحي ولادي اسرح لهم واغير لهم ويروحوا الحضانة، وبعد كده بقى ايه اشوف اللي ورايا. بفتح الشبابيك كده توي الاول، وبعدين ابدا اعمل شغل البيت. طبعا ده الروتين اليومي اللي هو اي واحدة فينا بتصحى الصبح تعمله. يعني مش اللي هو تنظيف العميق بقى، اللي هو نشيل الفرش ونمسح وكده، ده بعمله كل مثلا اسبوعين شهر حسب يعني الاطفال ما هم بهدلوا الدنيا يعني، حسب ظروفي يعني فاهمين قصدي. اللي هو بقى ترويق تحت السرير والدواليب والحاجات دي بيبقى كل شهرين، شهرين بتاع فبعمله. اللي هو بقى مسيح فرش، شيل سجاد، الكلام ده كله بيبقى زي ما انا قلت لكم كده، ممكن كل اسبوعين، كل اسبوع كده يعني، حسب الدنيا قدامي بتبقى عاملة ازاي. ربنا يدينا الصحة كلنا يا رب، ونخدم عيالنا ونخدم نفسنا، وربنا يديكوا ويدينا طولة العمر يا رب. ونعمل كده بروح حلوة وحب، لانه اللي بيبهدل مفيش حد غريب، ولادنا. فألف حمد وشكر ليك يا رب على النعمة دي. بروق بقى السرير اهوت، بشيله، ده السرير ده محدش بينام عليه. فما شلتش الفرشة بتاعته، برتبه بس كده، وبعدين بقى ايه هنقل على السرير التاني. خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو. يا ريت نصلي على النبي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو نضغط لايك. اوعوا تنسوا اللايك، اللايك ده اللي بيرفع الفيديو بيخلي القناة تكبر والمشاهدين يزيدوا كده. خلصت السرير الاولاني، هنقل بقى على السرير التاني زي ما انتم شايفين اهوت. ده بقى هنفضه واشيل الملاية بتاعته لانها متبهدلة زي ما انتم شايفين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله العظيم بجد يا جماعة كان نفسي اروق معاكم تروقات العيد والرمضان والحاجات دي، بس يلا بقى تتعوض ان شاء الله لما القناة تكبر وكده. كنت انا اصلا زهقت بصراحة، انا يعني موضوع القناة ده انا لسه بادئه في الاول يعني، انا اشتغلت ممكن شهر ونص فيها وسكت، بس انا كنت زهقت ومليت يعني. تصوير بقى ومونتاج وقت في التصوير، وقت في التسجيل، وقت في ان انا اظبط الفيديو وامسح حاجات واحط حاجات. وبعدين بقى كان القناة دي عايزة طول بال وصبر، وعايزة انه الواحدة
او الحد اللي هو فاتح القناه ده يعني مش هتكبر في يوم وليله. انا بقى استعجلت عليها، انا هي شهر، انا بقى لي شهر ونص انا عايزاها تكبر، فزهقت. فلقيت بقى الله يبارك لها واحده صاحبتي عرفتها من على القناه، اللي هي يعتبر مش صاحبتي، هي زي امي، اسمها ام هبه، فاتحه قناه برضو، وفضلت تشجع فيا وتقولي افتحي كملي تاني وان شاء الله القناه بتاعتك هتكبر وهتبقى كويسه، وانتي مشغله عليها حلو، وقاعده تشجع فيا انه يعني ابدا فيديوهات تاني ويعني واشتغل تاني وان شاء الله هتكبر وكده. فانا فعلا لقيت يعني المتابعين بتزيد والدنيا يعني في مشاهدات عندي، فقلت اما ابدا كده وان شاء الله انتوا كمان هتكبروها، وان شاء الله احنا مع بعض هتكبر وهتبقى يعني قناة كبيرة بإذن الله بيكم انتوا بإذن الله. انا خلصت اوضه الاطفال، طبعا كنت شايله الفرش بتاعها وكنت غسلاه امبارح. فالنهارده بقى ايه مسحت على طول لان كنت كانسه ومسحه برضو، بس النهارده مسحت تاني كده تطويقه على السريع ورحت فرشه السجاد بتاعها وخلصت. جيت على الاوضه التانية فتحت الشباك، بتاعها، وبعدين جيت ايه برتب الركنه زي ما انتم شايفين كده. الركنه دي يا جماعه انتوا شفتوا مكنه الخياطه، انا اللي خياطه الكسوه دي، فانا بعملها على قد كده يعني، انا مش انا بفصل هدوم كويس قوي، يعني ممكن افصل دريسات، فساتين اطفال صغيره، عبايات، كل اللي تخيلوه في الهدوم ممكن اعمله، اي قصه قدامي يعني ممكن اعملها. هي على فكره موهبه، انا ما يعني ما اتعلمتش عند حد ولا خدت دورات ولا اي حاجه. فهي يعني ايه بتيجي جات لي عندي كده، انا كنت واخده دبلوم اللي هو قسم ملابس جاهزه، الصنايع ده، بس ما اتعلمتش فيه حاجه. جات لي بقى ان انا حبيتها وبقيت افنن من دماغي، ابوظ حاجه اعمل حاجه لحد ما بقيت بعرف اعمل كل حاجه الحمد لله، وبتطلع بروفيشنال يعني. وان شاء الله هنعمل على القناه لو شجعتوني كده وكبرت ممكن نعمل فيها حاجات زي كده، بس انتوا تشجعوني. خلصت طبعا اوضه الركنه زي ما انتم شايفين، بقى هعملها بالمكنسه بالكهرباء لانه مش محتاجه مسح ولا كده، انا كنت لسه مسحه اصلا قريب من قيمه 3 4 ايام، وكنت شايله الفرش وكل حاجه. فانا بعمل ايه كنس من على الوش كده مطرح العيال ما بتلعب وكده. فقولوا لي بجد ايه رايكم في في الكسوه؟ عارفين الكسوه دي انا عايزه اتكلم فيها. كل قماشه من شكل بصراحه يعني، ده قصاقيس فايضه اصلا انا كنت بعمل ستاير لحد، او بعمل كمان ستاير بلتكنات، وبعمل ستاير عاديه، وكل حاجه كل حاجه تتخيلوها في الستاير والمفارش بعملها. انما كسوات الركنه بصراحه كنت دي اول واحده اتعلم فيها، كنت خايفه اعملها يعني، حاسه ان هي صعبه في الاول لاني مش متعلمه مع حد، بس لما عملتها طلعت بالمنظر ده حلوه. قولوا لي بجد لو حلوه، قولوا لي رايكم في التعليقات. وانا اللي عامله الستاير بتاعتي، بس انا مش جايه في الفيديو حلو، بس هي ستاير قيم كده وبتاع، حلوه يعني. برضو تقولوا رايكم ان شاء الله. ايما كانت الخياطه بتاعتي اهيت وفيها شغل كمان، انا بشتغل بس بسيط لان انا عندي ولادي جايين ورا بعض صغيرين، فمش بعرف اعمل منهم حاجه قوي، وصعب ان انت تردي يعني تخلي عيل صغير يقعد جنبك وما يعملش حاجه. لا ده هو بيشيل الخيط، بيشيل بيجي عند المكنه يحط صباعه، بيطلع على المكنه وانا بشتغل، فمش مخليني مركزه، يعني خايفه على الاولاد وخايفه ان ابوظ الشغل اللي في ايدي، فبعمل حاجات خفيفه يعني، مش بطلب، ما مش فيش عندي شغل كتير. بس ربنا الحمد لله بيعيني، وان شاء الله أنا ناويه اشتغل وابقى يعني في في المجال بتاع الخياطه ده اطوره تاني، لان انا كنت شغاله كويس قوي قبل ما انا اجيب اطفال، قبل ما الاولاد تيجي وكده. برضو رتبت الصاله ومسحت الترابيزه ولمعت الدنيا اللي فيها رماد، يعني انا كل يوم مثلا الحاجه اللي بتبقى فيها رماد، الجزامه اللي هي عليها شاشه الكمبيوتر دي بيبقى على طول فتحة الباب فمدخلاه تراب، فانا لمعتها ومسحتها. وطبعا الترابيزه اللي هي بتاعه الركنه اللي هي السفره اللي في الركنه دي برضو لمعتها، لان برضو على قدام الشباك بيدخل فيها تراب، فلمعتها هي كمان، ولمعت الترابيزه التانية دي، والدنيا تمام وهديت وبقت زي الفل. طبعا روقت اوضه النوم بس انا ما صورتهاش لان دي غرفه خاصه يعني. وبعد كل ده انا رحت بقى يعني قبل ما انا ادخل المطبخ رحت فطرت، بس ما فطرتش في البيت، سلفتي كانت عامله فطار وبعتت لي فرحت فطرت معاهم. بعد ما خلصت وشربت الشاي وفضلت اتكلم كتير شويه، المهم كان الظهر اذن، وبعد الظهر يجي بنص ساعه كده
بعد ما جيت من هناك قلت بقى ايه ادخل على المطبخ واشوف اللي ورايا. كان في غسيل من امبارح شيلته، حطيت برضو دورة تانية. نفسي الغسيل ده يموت. ما فيش يوم لازم الواحد ينام كده والباسكت بتاع الغسيل يبقى يعني ما فيش فيه ثبت الغسيل، ما فيش فيه هدوم، لا لازم يبقى فيه هدوم. يلا يا ستي الحمد لله، ربنا يدينا الصحة ونشتغل ونعمل كل حاجة. غسلت بقى، كان في وعيتين على الحوض يعني كان فيهم اكل، وانا حطيت الاكل اللي فيهم في التلاجة. وغسلت بقى الاطباق والحلل اللي موجودة. وبعد كده بقى ايه انا هخلص الغسيل ده وارتب الرخامة والبوتاجاز، همسحه مسحة من على الوش برضو لان انا منضفاهم كويس قوي. وبعد كده بقى ايه هعمل الغدا معاكم. بس يا ريت يا جماعة ان لو وصلت معايا لحد هنا تشجعوني وتعرفوني ان انتوا وصلتوا معايا لحد ما شطبت الحوض. انا بقى كنت عاملة فراخ ومعاها محشي بتنجان. فهنعرف عملنا المحشي ازاي وعملنا الفراخ بطريقة اللي هي انا سويتها وبعد كده حطيت عليها طماطم وحطيتها في الفرن. اكلة خفيفة يعني وسهلة. عملت بقى ايه، جبت البتنجان، معايا كيلو من البتنجان. كنت بقوره وبعدين نسيت بقى، قلت ده انا بصور صحيح. رحت بقى ايه ما كملتوش، وكنت مقطعه الطماطم اهوت. وبعدين بقى جبت الخضره، شبت وبقدونس وكزبره وقرنين فلفل. ده بيدوا للمحشي البتنجان نفس، انا بحب احطه يعني مع البتنجان وهو بيستوي. حتى انا ما باكلوش عامه، بس انا بحطه اللي هو يديني نفس. الفلفل في المحشي بيبقى حلو قوي يعني. جبت البتنجان اهوت بقوره. يعني انا بقوره وبنضف عليه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده. وخلصت الكمية كلها. جبت الفلفل بفتحه من العلق كده، مش بقطعه بالسكينة، لا انا بضغط عليه بيروح متشال معايا بكل سهولة. معايا بصلاية متوسطة وبصلاية صغيرة. هقطعهم بقى عشان هضربهم في الكبة مع الطماطم بالمرة، يعني الخلاط هو شغال مرة واحدة. انا عندي الخلاط بتاعي اللي هو الكبة مع الخلاط في نفس المكان يعني، فبشغل الاتنين مع بعض واريح دماغي. اهي الكبة اهيت. والطماطم بقى هضربها في الخلاط عشان نسبك بقى الطماطم ونشتغل في المحشي. طبعا الطريقة بتاعت المحشي ما بغيرهاش بجد، والله بيبقى نفسه تحفة. جربوها يمكن تعجبكم. هو عامة كل واحدة فينا ليها نفس في المحشي، حتى لو عملت جربت ايه. سبحان الله، انا يعني انا بعمل الاكل بيبقى نفسه غير اختي، غير مامتي، غير صاحبتي، غيرنا كلنا يعني. تخشي يبقى الناس كلها عامله محشي كرنب، بس دي طعم ودي طعم ودي طعم، برضو بتنجان دي طعم ودي طعم، سبحان الله يعني نفس. خلصت كل حاجه حطيتها على جنب. بقى ايه هبتدي اعمل التسبيكه بتاعه المحشي. معايا هنا بقى ايه شويه زيت محترمين كده ومكعب سمنه. جبت البصلايه اللي هي يعتبر المتوسطه حطيتها، والبصلايه الصغيره انا بسيبها واحط عليها البهارات. انا بحب اعمل كده يعني، بتفرق في الطعم، انا حاسه ان هي تفرق في الطعم. بس كده كده مش يعني ايه، حسب ما انتي حابه. ممكن تحطي البصل كله مره واحده وبعد كده تحطي البهارات. في ناس بتحط البهارات مع الرز ساعه ما تقلب المحشي. يعني 100,000 طريقه في الموضوع ده. بس زي ما انا قلت لكم كده، هي يعني بتعتمد كلي على نفس اللي بتطبخ. فاحنا لما بنعمل الاكل بنفس راضيه ونبقى مبسوطين كده ان احنا داخلين نعمل اكل لاولادنا، بتلاقي الاكل طعمه تحفه. طبعا نفس الام يا جماعه هتبقى فيه اكتر من نفس الام يعني. خلصت كده الطماطم اتسبكت وبقت ناشفه خالص من الميه. هاجي بقى ايه هنا ايه اغسل البتنجان واقطع الخضره على الرز. انا كنت عامله نص كيلو رز وسبته يتصفى اهوت، يا دوب غسلته وسبته يتصفى على طول. يعني مش بنقعه في الميه ولا حاجه عشان يشرب من التتبيله، الخلطه بتاعه المحشي اللي هي الطماطم والخضره والبهارات وكده. بيفرق جدا في طعم المحشي يعني. بغسله واصفيه على طول وبعد كده اجي اقلب عليه الطماطم واقطع عليه الخضار واشوف لو محتاج ملح ازود، ولو محتاج زيت ازود كده يعني. اهوت حطيت كمية الرز اهي، وحطيت الطماطم ما نزلتهاش كلها لان الرز كان شوية يعني مش كتير، طماطم اكتر من الرز.
فهي بالويم كده بعينيكي عشان بس ما تبقاش الرز محض من الطماطم، لا، تشوفيه بعينيكي هو محتاج ايه. عامه انا كده كده برضو زودت شويه طماطم تاني يعني بعد دول، بس الكاميرا ما صورتهاش. قطعت الخضره عليها اهوت هقلبه كويس قوي، وبعدين هحط عليه شويه زيت. انا بحب الرز بتاع المحشي يلمع، يبقى فيه لمعه حلوه كده. بعدين بقى بشوف لو محتاج ملح بحط، ومش محتاج خلاص. انا برضو كنت زودت عليه شويه ملح. بعمله كده بقى واركنه شويه، يعني 5 دقايق 10 دقايق، عبال ما هشوح الفرخه معاكم. دايما اركنه شويه يشرب من الميه، من قصدي سوري، يشرب من الطماطم والخضار، بيبقى بياخد طعم احلى واحلى كمان. ويجي يستوي ما ياخدش سوا، بيبقى باش في الخلطه بتاعه المحشي، يكون بايش وكده، ما بياخدش سوا، وكمان بيبقى طعمه احلى. معايا طبعا الفراخ بتاعتي، حطيت عليها بصلايه صغيره قطعتها، وشويه ملح وشويه فلفل اسمر، بهارات فراخ ومكعب مرق بس. ولا بقى بحط اللورة ولا الكلام ده، او عامه لو موجود بحط، بس انا ما عنديش يعني. بس انا بحب نفس الشوربه كده، مش بحب ازود عليها اي حاجه تانية. وبسيبها بقى ايه مع نفسها خالص لحد ما اخلص المحشي. هعبي بقى المحشي معاكم اهوت. انا بعبيه مش بملاه لحد الاخر، ومش يعني يعني بخليه مليان كده، لا بيبقى خفيف. اللي هو فاضي يعني، تضغطي عليه كده تلاقيه مهوي، ويبقى من فوق عقلة صباع كده. بعدين بقى ايه، بتلاقي المحشي بعد ما يستوي مفيش حبات رز طالعة، وبيبقى سواه مظبوط، وبيبقى الرز مفلفل وجميل، وطعمه بصراحة كان تحفة بجد يعني، من غير مبالغة. بخلصت بقى الكمية كلها اهوت. هاجي بقى على البوتاجاز. اهم حاجة بس انضف حوالين مني اللي انا عملته، عشان نبقى ايه الدنيا رايقة اول باول كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاجي بقى على البوتاجاز، المية ما كانتش لسه غليت، هسيبها بس لما تغلي، وبعد كده بقى ايه هسقي بيها المحشي. هنا بقى جيت كانت غليت اهي بقى لها يعني غليت، سبتها 5 دقايق كده. بس بشوف الملح بتاعها لقيته تمام. هسقي بقى المحشي. بعمله بحط الشوربة يدوب بس نصه، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن كده، عشان يبقى سواه مظبوط، وما يلزقش من القعر، وما يبقاش الشوربة كتير على المحشي، فيبقى الرز يطلع من اللي بتاعه، يبقى قدام اللي هو يعني حرق الصباع من فوق كده بيبقى معجن. لو المية كتير تلاقيه طالع معجن كده، مبيبقاش يعني مبيبقاش حلو. هو كده السوا بتاع المظبوط كده في نص السوا. انا بقى وطيت عليه دلوقتي، هديت عليه خالص، وبعد كده بقى ايه رجعت عشان اشوفه لقيته استوى. فقلت عبال ما اجيب واعبي المحشي، هحط بقى الفراخ بتاعتي تحمر. بس مش هحمرها في زيت. انا عندي شويه اللي انت شفتهم، شويه التسبيكه بتاعه المحشي اللي هي الطماطم اللي فاضله. بدل ما اعمل لها يعني تتبيله لوحدها وكده، هي مش مستاهله يعني، الموضوع مش مستاهل. فروحت بقى جايبه شويه الطماطم، معلقه بالظبط كده من الطماطم، ورحت حطها على وش الفرخه، وشويه زيت صغننين خالص، نقطتين زيت كده يعني. ورحت بقى ايه معملاهم بالمعلقه. انا ما عندي الفرشه للاسف ضايعه مش لاقياها، فروحت بقى ايه موزعاها بالمعلقه كده، وهنزلها تحت في الفرن تحت، تاخد وش، وبعد كده خلاص كده تمام يعني. ولا زيت بقى ولا الكلام ده، وبجد والله كانت طعمها تحفة. ولا عملتها تتبيلة مخصوصة ولا اي حاجة. اي حاجة عن الصرافي. المهم تظبطي الاكل بتاعك ويبقى طعمه حلو ونفسه حلو. بص بقى هنا انا بس بشوف المحشي شفته الصباع طالع عامل ازاي، الرز ماهوش طالع من الصباع ولا وناقص، هو يدوب كده تمام. وكده هو مظبوط في الحشو بتاعه، في السوا بتاعه، وكل حاجة. حتى هتلاقوني بعد ما خلصت تعبية مش هتلاقي ولا حباية رز في الحلة. زينت الطبق زي ما انتم شايفين كده، عشان طبعا انا ست شاطرة. قلت بقى ايه نزينه يبقى شكله حلو زيكم كده.
عشان بقالي كتير ما نزلتش. والله قلت انا هعمل الفيديو ده وهعمله بحب ويبقى بجد لحبايب قلبي واخواتي، وان شاء الله هيعجبكم وان شاء الله هتشجعوني فيه جامد. انا عندي امل وهيبقى ان شاء الله. ايه رأيكم في المحشي؟ ايه رأيكم بجد؟ ايه رأيكم في الرصة؟ لا، شيف 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 يعني. ايوه، ما انا مرات الشيف برضو. شفتوا شوية الشوربة المتبقيين مفيش فيهم رز. طبعا قدمت جنبه شوية الشوربة بتوع الفراخ. والله كانت شوربة زي العسل. شفتوا لونها عامل ازاي؟ كانت جميلة والله. جربوها وجربوا الفراخ، جربوا اللي انا بعمله والله العظيم هيبقى تحفة. انا عارفة طبعا ان احنا كلنا ستات بيوت شاطرة وكلنا بنعمل احلى حاجة، بس عادي ما نتعلم من بعض. انا ممكن اشوف حاجة عند حد واتعلمها لو انا مش لو انا ما بعملهاش يعني، وممكن تبقى حلوة واعتمدها على طول ان انا اعملها في اكلي واعملها في حياتي. مش عيب ان انا اعرف كل حاجة واشوف الكويس اعمله، واللي يبقى مظبوط معايا وماشي معايا اعمله في اي حاجة في حياتي، يعني مش شرط الاكل. الفراخ اهيت غرفتها، حطيت عليها شريحتين ليمون كده عشان نبقى نعصرهم على الشوربة واحنا بناكل. وطبعا خلصنا الاكل وبألف هنا على قلوبكم. اتفضلوا معايا والله بجد، والله نفسي تشرفوني في بيتي وتيجوا وتحضروا معايا كده يوم اعمل لكم احلى عزومه واحلى اكل واللي انتوا عايزينه. حبايب قلبي، يا رب الفيديو يعجبكم. من عجبكم تضغطوا لايك، واشوفكم بكره على خير باذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.